السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا لي اللبن بقى عالي، قلت وإيه المشكلة فيها؟ قالوا لي البيض غالي، قلت برضه هتعمليها. تعالوا النهاردة هنعمل الكيكة بدون بيض، بدون حليب، بدون زبدة، وكمان تقدري تعمليها من غير سمنة. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي، هشة وخفيفة خطيرة جدا، وهقول لكم رأيي بكل صراحة، والله بكل صراحة. يلا بينا نشوف الفيديو. تعالوا بينا نشوف الفيديو مع بعض. طيب أول حاجة معانا بولة وهنحط فيها ايه؟ الدقيق. معانا 2.5 كوباية من الدقيق. دقيق الكيك يا جماعة بصفة عامة لازم يكون دقيق جميع الأغراض أو مخصص للحلويات. طب حطينا ايه كمان؟ 2 معلقة كبار نشا وذرة ملح، وهنحط كيس بيكنج باودر أو اللي هو الكيك شيف دون. تمام؟ يعني ما تجيش تعملي لي كيكة تعمليها بدقيق مخبوزات اللي هو بتاع الفطير والمخبوزات بتاعة الفرن، لا، تعمليه بدقيق الحلويات أو دقيق جميع الأغراض. دي أول حاجة من نجاح الكيك. هنبتدي إن احنا ننخل الدقيق بتاعنا. عاوزة أقول لكم بصراحة بتاع الكوباية السلك دي جميلة قوي، أحسن من المنخل كده بنقعد نحرك الدقيق وبيتبهدل. حلوة حلوة، يلا. تمام. طيب انا عملتها قبل كده، بس كانت بايه؟ بصوا بقى، نقلب الاول ده كده ونركنه على جنب. كنت عاملاها نفس الطريقه بس بالبرتقال. النهارده هنعملها بالميه. طيب هنشوف وهقول لكم النتيجه اخر الفيديو. معانا 1.25 كوباية سكر، هنحط عليهم باكت فانيليا، هنحط عليهم 1.25 كوباية ميه دافيه دافيه مش سخنه، وهنقلب كل ده كويس قوي. تمام. خلاص كده المكونات اهي قدامنا، لا بيض ولا لبن ولا زبدة، وممكن من غير سمنة. تعمليها بالزيت. تمام. وهتبقى حلوة، بس هقولك دلوقتي. طيب تعالوا ايه بقى معانا؟ زي ما قلتلك المفروض اللي انت هنا تحطي نص كوباية زيت. بس عارفين حبيبتكم بقى واختكم واليوتيوبر بتاعكم بتموت في السمن البلدي، فانا هحط كده، هكمل. يعني انا كنت حاطه ربع كوبايه، هكملهم بقى الباقي بايه؟ بسمن بلدي نص كوبايه كده. تمام كده. تقدري تعمليها بزيت، بس تقدري تعمليها زي بسمنه على زيت. والله يا جماعه انا كنت لسه مسيحه حته القشطه دي، انا لا اشتريتها ولا حاجه، قلت تعالي وانا اخليها في البيت، انتوا عارفيني. طيب قلبنا كل ده كويس، يبقى السكر والميه والفانيليا والايه والسمنه او الزيت على سمنه، ونبتدي بقى نحط الدقيق. طيب ونقلب في اتجاه واحد ونحط الدقيق حبه حبه. اقول لكم موقف بقى. اول مره عملت الكيكه اللي هي من غير بيض ومن غير لبن، بس عملتها بالبرتقال بديل الميه، يعني بدل الميه حطيت برتقال. ودخلت بقى كده فرحانه قوي قوي، الكيكه كانت جميله بصراحه، تحفه. ودخلت على زوجي كده وقلت له دوق دوق يا مسعودي. راح قال لي ايه؟ ادوق؟ رأي معروف. رأي معروف يا ستي الكل. ولسه بيحطها على بقه، قلت له ده من غير بيض. قال لي خدي، واداني الطبق. بعد كده ايه؟ قلت له ومن غير لبن. قال لي خد الطبق واتكل على الله. قلت له طب والله لا تدوقها. كل منها، والله ما صدق من جمالها. قال لي معقولة من غير بيض؟ مش مصدق. فالنهارده بقى هنعملها نفس الطريقة كمان بس من غير برتقان، لان في ناس كانوا ساعتها قالوا لي ايه؟ مش بنحب البرتقان او اليوسفي، عصير اليوسفي ده او ده، بس تحفة. طيب فاضل بقى ايه؟ معلقة كبيرة خل. يبقى احنا حطينا كل الحاجات على بعضها وبنقلب في اتجاه واحد. في الوقت ده بدأت ان انا اشغل الفرن. الكيكة دي بتاخد وقت عن الكيكة التانية اللي هي بالبيض. هتاخد في حدود مثلا ايه؟ يعني 40 ل45 دقيقة. ما تفتحيش قبل 40 دقيقة، في حدود ساعة الا ربع كده. وما تحطهاش في صينية كبيرة قوي لان هي ما فيهاش بيض. تمام. يعني الصينية دي على المقدار ده، الصينية دي مقاس 25 او 24، مش عارفة 24 او 25. تمام كده. طيب هندخلها في فرن ايه؟ مهم جدا يا جماعة علشان نجاح الكيك بتاعك.
الفرن يا جماعة بنشغل تحت بس، ما بتشغليش مروحة، ما بتشغليش فوق وتحت، بتحطيها على الرف الوسط. بتشغلي ايه؟ بتشغلي على درجة حرارة 180 او 170 كمان، يعني الكيكة دي خليها 170. ليه؟ علشان تستوي براحتها. في الاخر بقى تشغلي عليها الشواية. بصوا بقى، ابتديت اللي انا اطلعها كده، انا سبتها كده شويه، كنت بقى النهارده الجمعه بقى، وقمت عملتها كده وكنت بحضر الفطار، فسبتها الوش بتاعها يعني ايه نشف شويه عادي، بس من جوه بصوا جمالها، هشه وجميله وقطنيه واسفنجيه، قولي كل حاجه، بجد رهيبه جدا جدا جدا. بس هقول لكم حاجه كده اخر الفيديو لما نقطعها مع بعض الاول واوريها لكم. طب حطيتوا اللايك ولا لسه؟ حط اللايك لاختك. الكيكه حلوه اهي، من غير بيض من غير لبن. بصوا بقى، الكيكه جميله وحلوه، بس انا عن نفسي حبيتها بالبرتقال او اليوسفي بصراحه، ما اكدبش عليكم. خصوصا انا بصفه عامه بحب الكيك بالبرتقال، وبحبه بالفانيليا من غير البرتقال باللبن عادي، بس في الكيكه دي بالاخص الطعم محتاج عصير كوبايه برتقال او عصير كوبايه يوسفي. بس هي الكيكه خطيره، هشه وقطنيه وخفيفه وجميله، بس مستنيه تيست خفيف قوي اللي هو عصير البرتقال. والله يا جماعة رهيبة جدا. بصوا أنا مش عارفة أمسكها، خفيفة جدا. أنا كمان زي ما قلت لكم طفيت الفرن وطلعتها، وعلى ما حضرت الفطار فكان الوش بتاعها من فوق وأنا بقطعه كده في سنة قرمشة خفيفة، وعلى فكرة في ناس بتحبه كده، مش قادرة أقول لكم جمالها. بصوا خفيفة ورهيبة. يا رب تجربوها كده وتعجبكم، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.